السلام عليكم. إن كنتم من المتابعين الجدد لقناة أخبار المنتخب المغربي فلا تبخلوا علينا بزر الاشتراك والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم. رد سعيد النصيري رئيس نادي الوداد على ما ترددها بشأن مغادرة المدافع الجزائري جمال بالعمري صفوف ناديه بشكل مفاجئ بعد يوم واحد من توقيعه في كشوفات الفريق البيضاوي. وقال النصيري في تصريحات إعلامية: تابعت باستغراب الكيفية التي تناول بها البعض هذا الموضوع. لقد حضر بالعمري لبيتي وتناولنا الغداء ووقع عقدا رسميا معتمد لدى السلطات والأجهزة الكروية المختصة. لقد أبلغت بمغادرته لأنه مطالب بتسوية أمور شخصية بالجزائر، ونحن لا نملك الحق في منع أي لاعب من السفر إلى بلاده لتسوية أمور كهذه. ما يهمنا أننا نملك عقدا يحمينا لا غير. منتهى الهراء الترويج بأنه غادر بسبب خلاف مالي أو أنه لم يحصل على مقدم العقد، هذا ليس صحيحا بالكاد. وصل ولم يخوض أي حصة تدريبية. هذا الأمر تكرر في صفقة الكاميروني لام كيلزي حتى مع حسين بالعيادة، وخرج اللاعبان لتكذيب كل هذه الروايات. نحن لا نوزع المال يمينا وشمالا، هذا ليس مالي بل مال الوداد، ومنح اللاعبين ما يستحقونه يخضع لمواعيد وتوازيع وتواريخ وضوابط تصونها العقود.